بصوا كده مبدئيا عايزاكم تدعوا لي دعوه كده حلوه من قلبكم، عشان بجد انا تعبانه جدا جدا، والاسبوع الجاي داخله اعمل منظار. فادعوا لي كده ان انا ربنا يقومني منه بالسلامه وما يطلعش فيه حاجه ان شاء الله يعني. على فكره يعني لو هحكي لكم اللي بيحصل لي يعني هتتفاجئوا بجد والله العظيم. كل ما اطلع من حاجه اخش في حاجه على طول، ما باخدش حتى هدنه. بس يعني بنوتي بصراحه يعني صعبت عليا. قلت خلاص بقى يعني اخدها كده وانزل نغير جو وهي تغير جو. بس فادعوا لي بقى كده دعوه حلوه كده من قلبكم، ان ربنا يا رب كده ييسر لي اموري ويبعد عني اي حاجه وحشه واقوم بالسلامه يا رب، وما يبقاش في حاجه في المنظار. وان شاء الله كده ممكن بقى كده في فيديو احكي لكم بقى على كل اللي حصل لي الفتره اللي فاتت دي كلها. فكله خير باذن الله. يلا بينا على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنروح مع بعض كيدز اريا في العجمي في ابو يوسف، في وش رنين بالظبط. سمعت عنها كلام على الفيسبوك ان هي يعني كويسه مش وحشه، فقلت كده اروح يعني بعد العيد كده في الرواقه كده وميبقاش زحمه ان شاء الله. اخد بقى بنوتي ونروح، فاخدكم معايا ونروح بقى نشوفها مع بعض كويسه ولا اي كلام. فلو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك في القناه او السبسكرايب لو انت لسه مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله اول باول. يلا بينا على الفيديو. كده بقى خلاص احنا نزلنا اهو وفي السكه. المشوار من عندي للمكان مش بعيد قوي الحمد لله، يعني حاجه كويسه. زي ما اتفقنا اهو احنا كده اهو قدام رنين. احنا كده اهو الناحيه التانية اهو شايفينه فوق اهو في الدور الاول. اهو هو ده بقى المكان دخلنا اهو. احنا كده في المكان بقى ده كده بيت كور كده حلو، وفي بصراحة حبة كور حلوين يعني كتير كويسين. وكمان في اللعبة الظريفة قوي دي، عاملة كده شبه النحلة دي ولا ايه؟ نحلة. البيبي مثلا بتاعك بيخش من هنا من بقها ده، شايفين؟ ده اللسان بتاعها، شكلها كيوت قوي بصراحة. وبيقعد بقى يخش جوه بقى يمشي 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 لحد ما يطلع من ديلها كده الناحية التانية. وده كده بتاع كده مقطوع شوية بس ماشي حلو يعني. في بقى الحصان ده يقعدوا يتحرك في كام عربية، يعني مش احسن حاجة بس ماشي حالهم يعني. ودي كده اتنين بيقعدوا بتتحرك كده، انتوا عارفينها برضو، مش وحشة برضو كويسة حلوة. في ايه كمان؟ في برضو البتاعة دي برضو الولاد بيحبوها قوي قوي، بيحبوها كمان اكتر من البنات. دي كويسة وحالتها حلوة خالص وما فيهاش اي حاجة، حالتها كويسة يعني. في زحاليق، في الزحلقتين دول، وفي كمان زحليقة اهي. في واحدة فيهم متكسرة اللي اللون بتاعها اخضر، والاتنين التانيين كويسين. في المرجحتين دول مش احسن حاجة برضو بصراحة، بس ماشي يعني تمام، مش وحشين يعني كويسين برضو. بصوا المكان مش حلو قوي بس يعني هو ماشي حلو. في برضو النطاطة دي بصراحة مش حلوة، ما عجبتنيش وحتى ما عجبتش بنوتي. اللي في كارفور اللي في الهانوفيل في الدور التاني احلى بكتير بكتير بكتير. دي كانت كويسة وكانت حالتها كويسة حلوة مش وحشة خالص كويسة يعني. وفي برضو السبورة دي، برضو ممكن بيقعدوا بقى بيكتبوا عليها ويرسموا عليها وكده. بس هم دول كل الحاجات اللي في المكان، مفيش حاجة تانية في المكان. فالمكان بصراحة يعني ما عجبنيش قوي، يعني عشان الحاجات اللي فيه مش كويسة قوي يعني. اهو زي ما اتفقنا ان هو في وش رنين بالظبط، فعنوانه مش بيتوه خالص، على الشارع العمومي على طول. وهو ده كده المكان كله زي ما اتفقنا، في كام الحاجة دي كده بس. خلاص كده احنا روحنا البيت الحمد لله. رأيي في المكان ان هو كويس مش وحش، بس مش حلو قوي بصراحة. ما فيهوش بس الكام لعبة اللي صورتها لكم هناك وخلاص، ما فيهوش حاجات كتير يعني. ده الحاجة اللي مش حلوة فيه. هو اصلا المكان يعني ذات نفسه المساحة مش كبيرة خالص، بس كويس المكان نضيف. والنهارده كان حلو ان ما كانش في حد خالص، كان في بنتين اتنين بس قعدوا معانا حبه صغننين. بعد كده كنت منطلقه بقى انا وبنوتي في المكان كله.
بس كده، ده كان ريفيو كده بسيط للمكان، وان شاء الله كل ما اروح برضو اماكن تانية هصور لكم فيها عشان تستفيدي وتبقي عارفه المكان ده كويس ولا اي كلام. وكمان احلى حاجه في المكان ان هو اسعاره يعني هبله خالص، يعني نص ساعه ب10 جنيه، فهو ممكن يكون اسعاره صغنونه قوي كده عشان فعلا هو المكان جوه ما فيهوش غير كام لعبه بس صغننه، فاسعاره كويسه. فانت لو ابنك او بنتك مثلا زهقانين قرفانين من البيت، يلا ننزل وزن زن زن بقى، ممكن تاخديهم وتروحي المكان، تدفعي مثلا لو ساعة كاملة تدفعي 20 جنيه بتهيألي، وبس كده. ف تمام كويس مش وحش. وسمعت برضو ان في برضو كيدز اريا في الهايبر، وفي واحد تاني في الهانوفيل جوه شويه بيقولوا ان هو يعني احسنهم. ان شاء الله هبقى اروح الاتنين، وبرضه هبقى ان شاء الله هصور لكم واقول لكم بقى مين احسن واحد فيهم. وبس كده. عارفين بقى اللي بجد عايزه اروحه هو كيدز ستيشن في سموحه. بس المشكله ان انا من العجمي، فمشوار من العجمي لسموحه مشوار بعيد قوي وكبير قوي عليا، فانا بس كنت بدور على حاجه تكون في المحيط بتاعي، عشان مثلا لو بنوتي زهقانه في اي وقت اقول لها خلاص سيبينا مثلا نلبس ونروح نقعد شويه وبعد كده نرجع تاني، فبتبقى حاجه سهله عليكي. بس كده، فان شاء الله باذن الله اول برضو ما اروح كيدز ستيشن اللي في سموحه، هبقى ان شاء الله برضو هصور لكم المكان هناك عامل ازاي، وهقول لكم ان هو هيبقى جامد باذن الله. وبس كده، توحشوني جدا 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 الفيديو اللي جاي. متنسيش بقى اللايك واشتراك في القناه او سبسكرايب لو انت لسه مش مشتركه، وتدوسي على علامه الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله اول باول. باي باي.